اهلا وسهلا شباب، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الخاص بقناتنا خلاصة القول. موضوع اليوم كيفاش نحصلوا على كميات كبيرة من الكربوهيدرات بطريقة جد سهلة، والسر هو خبز الشوفان. في هذا الفيديو غنكتشفوا معلومات اللي نادرة ومتعلقة بما يخص تحضير هذا الخبز، وكذلك منافع ديالو وقيمته الغذائية، واللي هو اكيد انكم غتستافدوا بكم المعلومات الموجهة للجميع، وبالخصوص للناس المهتمين بالاكل الصحي والرياضه. مرحبا بكم مره اخرى، خليكم معنا. ها انتم ها اللعيبه كيفاش تطلع. غنزيدوا شويه الزيت، شويه الساتاي، امور جد طيبه الحمد لله. يلا خليكم معنا نشوفوا الطريقه كيفاش نخدموا. ايوا اللي بغى يعيط للمعدام ولا اللي بغى يعيط للوالده تصاوب لي هاد اللعيبات يصاوبوا عليه. وبالنسبه لنا حنا الحداده، الناس اللي هادو مولفين تيصاوبوا الماكله ديالهم بوحدهم باش تجي سبيسيال، فهمتي؟ حيت هادشي ماشي اعتيادي بالنسبه للعائلات وبالنسبه للناس اللي خصوصا والدينا وعائلاتنا والناس الكبار شويه في العمر. باش نلقاو معاهم حتى في هاد الانظمه الغذائيه فاش تتغير تخرج على داكشي اللي مولفين، كتجيهم في شكل تيخافوا عليك لا تهلك صحتك ولا تضر راسك، حيتاش ما نلوموهمش، ما عندهمش ثقافه غذائيه كامله، فهمتيني؟ هما راه اكيد ان الماكله المغربيه ما كاينش بحالها، ولكن كاين شي حويجات راه ما تنعرفوهمش وما عندناش عليهم علم، خاصنا نبحثوا عليهم. والحمد لله مؤخرا ولاو دراسات وولاو حوايج اللي تيعطيونا معلومات الحمد لله. ومن بين هاد المصادر اكيد هو اليوتيوب، حيتاش ولا واحد المصدر اللي اش نقول لك جد مفيد وغني جدا بالمعلومات. خاص غير نعرفوا نقلبوا من عند من ناخذ المعلومه. والنصيحه اللي نقدر نقول لكم هي ملي ياخذ الانسان شي معلومه ما ياخذهاش مثلا يقول صافي هذه المعلومه ياخذها من مصدر واحد، يعني كثر المصادر ديال ديك المعلومه باش يقدر، حيتاش يقدر يكون هذاك الشخص عنده معلومه مثلا ما كاملاش ولا ديك المعلومه اصلا ما صحيحاش، يعني واخدها هو بطريقه غلطه وتيبارطاجيها مع الناس. هذا علاش نقدر تنقول لك انا مني انا ومن ناس اخرين، يعني عطيتك انا معلومه على اساس انها تشوف انها مزيان مثلا، سير بحث، فهمتي؟ هذه الطريقه اللي كنت كنستعمل باش تحيد هذاك الشك وتتبقى عارف راسك بانك راك في الامان، يعني راك ماشي تتخربق ولا تدير شي حاجه اللي ماشي هي. فهمتونا الاخوان؟ ما كان يعني الطريقه ديال هاد العجينه هذه حتى العيالات تجيهم قاصحه، عرفتوا علاش؟ حيت هي دايره اصلا حرشي شويه هاد الدقيق ديال الشوفان وتيشرب الماء بزاف، ماشي داير بحال الدقيق العادي ديال القمح ولا حتى الشعير. تيقولوا الشعير قاصح، ولكن الشعير راه لا مقارنه له بالشوفان في العجينه ديالو. قاصح شي شويه ولكن زوين، يعني فاش تتجمعوا داكشي وكطيب الخبزات واللعيبات تيبان لك داكشي رائع. نعطيكم معلومات وحنا خدامين. راه المعلومه اللي كاينه ان الشوفان كل 100 غرام ديال الشوفان فيها 70 غرام ديال الكربوهيدرات، زائد انه فيه واحد الفائده زوينه انه راه ما تيسبايكيش لينا الانسولين. يعني فاش تاكل خبز ديال الشوفان راه ماشي بحال اللي خبز ديال الدقيق ديال القمح ولا الفرينه ولا الشعير ولا كاين اللي تيقول لك راه نمشي ندير الخبز ديال هذا الذره راه حلوه بزاف. نشوف الدراري الشوفان خدام لينا، علاش؟ نسبه الكربوهيدرات طالعه فيه نسبه البروتين. نعطيكم معلومه اخرى، فيه نسبه ديال البروتين ديال 14%، يعني كل 100 غرام ديال الشوفان تناخذوا منها 14 غرام ديال البروتين زائد 70 غرام ديال الكربوهيدرات. البروتين غير كامل اكيد، داك البروتين اللي فيه يعني الاحماض الامينيه الاساسيه غير كامله، يعني ما غيستافدش منه الجسم الا في حاله وحده، غيستافد منه الجسم ويغطي الاحتياج ديال البروتين الا عطيناه حتى حنايا الاحماض الامينيه اللي خاصه. والاحماض الامينيه اللي ناقصه هنايا غنوريكم كيفاش تكملوها الاخوان بواحد الطريقه زوينه. كتاخذ معها سواء اللوز ولا قرقاع ولا اكاجو، كندخلو حتى في النظام الغذائي ديالنا الحمص، وتندخلو اكيد هذا تندخلو معنا العدس غني بالاحماض الامينيه، فهمتيني؟ وهذيك السلسله ديال الاحماض الامينيه ملي تتكامل
تتكون لنا البروتين. هذاك البروتين ديك الساعه عاد باش يستافد منه الجسم بحال البروتين الحيواني، يعني تتولي عندك مصدر ديال البروتين واخا راه هو نباتي، ولكن راه في نفس الوقت راه كيشبه الحيواني. علاش؟ حيت السلسله ديال الاحماض الامينيه متكامله. هي تتكون معقده هذه القضيه شي شويه، حيتاش تكون صعيب عليك انك تكمل بيناتهم، ولكن الحمد لله حنا درنا بعض الابحاث وسولنا واحد المجموعه ديال الاصدقاء وناس اللي مختصين في الميدان، وتبعنا قنوات حتى في اليوتيوب ديال الناس اللي واصلين وعندهم معلومات كثيره في المجال ديال التغذيه، وكانوا تيهضروا على الشوفان حيت مؤخرا ولا طوندونس، يعني الناس ولاو تيتاخذوه كجزء من الموضه. يعني كاين اللي تياخذوا مثلا ولا داخل ثقافته ولا شنطو مؤخرا، ولكن الهدف منه شنو؟ الهدف ماشي هو اننا ناخذوه على اساس اننا نبانو راه حنا متحضرين ولا راه حنا معاصرين الوقت، لا بالعكس. نقول لقينا جلبانه فيها نفس الحوايج راه غادي ناكلوا جلبانه، لقينا قراب فيه نفس البلان غنديروه. واش فهمتوا شنو اللي كاين؟ كيف كتشوفوا دابا بالخاطر وبالشويه كنعجنوا قطره 430 غرام، اللي حاليا هذا هو النسبه اللي خاصني ناخذ. كل نهار تنزيد، تنوريكم من بعد واحد الطريقه زوينه، حيت انا ندير واحد البروغرام ديال عام. يعني ما كنديرش مثلا كنبنيش مثلا ريجيم ولا نظام غذائي في واحد المده اللي هي قصيره مثلا 3 شهور، ولا كنت تندير هذيك القضيه وصلت لنتائج زوينه بزاف، ولكن ما انا بغيت يبقى عيش به حياتي كامله، فهمتوا؟ ودابا درت واحد التحدي مع راسي بانه ان شاء الله من بدايه من 2024 يعني حتى ل 25 غادي نكون وصلت لواحد النتيجه اللي غتعجبني وغترضيني، لا صحيا ولا جسمانيا ولا حتى نفسيا. كيف قلنا هاد 436 غرام فيها 280 غرام ديال الكربوهيدرات الصافيه، زائد بروتين شحال؟ قلنا 56 غرام ديال البروتين و 280 غرام ديال الكربوهيدرات. يعني بلان نزيدو عليها واحد شويه ديال واحد الخلطه زوينه دايره، تنوريها لكم من بعد، نوريكم كيفاش تنخدمها. واحد الخلطه فيها اللوز وكركاع واكاجو وكنجمعها بالتمر، كتجي جد رائعه صراحه، بنينه وفي نفس الوقت مغذيه ومكمله. عوض ما نمشي ناخذ واحد المكمل تنصوبو في الدار بطريقه اللي هي زوينه وامنه، يعني ما تتخافش من الاعراض الجانبيه. وحتى زريعه القرعه حتى هي كتبغي ندوز لكم هذه المعلومه. الزرعه ديال القرعه الخضراء، زريعه القرعه كتكون نقيه من الاحسن، تكون نقيه راه كتباع. سولتوا عليها مالين الزريعه راه كتكتبوا تيجيبوها زريعه القرعه منقيه، فهمتي؟ ما تكون لا مالحه لا والو، من الاحسن. من الاحسن انكم تتفاداوها. علاش؟ راكم مدخلين اصلا النورمال ديالكم في الاملاح. الا درتو مثلا هاد الملحه ديال الهيمالايا واخا تنصحكم بها تتباع، راه كاينه في اسواق بحال المرجان وداكشي، تمشيو تاخذوها عادي جدا. انا تقريبا خديتها انا ب 57 درهم، غنوريكم لا فيديو ديالها حتى هو باش كنتقداها. خديتها ب 57 درهم كيلو، وكاينه نص كيلو اللي تتكون في قرعه تكون دايره 56 درهم، يعني فرق ديال درهم غير لومبالاج اللي خارق هذاك الفرق. كدير واحد شويه ديال الزيت كطلع نار ديك العود باش تقدروا نديروها بهاد العيبه هكا. شوف هاد العيبه بحال هكا نديرها كنا هضرنا على الحمص مطحون، على الحمص ما خصنا ندخلوه في النظام الغذائي ديالنا. كندير ليه واحد الطريقه، هذا ما تبغيش تكرس بطريقه سهله، وفي عوض ما نكرسوها بالسميده ولا شي حاجه كنكرسها يا اما بالحمراء يا اما كنكرسو بهذا الدقيق ديال الحمص رائع جدا. فهمتي؟
واش تحمص عادي مسوس مقلي ولكن مسوس يعني ما فيهش الملح. وتندير ليه الطلق كيبدل حتى المذاق ديال الخبز. غادي نوصل تقريبا في شهر 6 حتى 900 غرام ديال الشوفان. 900 غرام ديال الشوفان ماشي ساهله باش تاخذها عصير ولا تاخذها في الطريقه هذه، تجيك ساهله بزاف، اكثر من ساهله، ماشي غير ساهله، اكثر من ساهله. هانتوما هانياتهم نبارطاجيو معكم المعلومات واي حاجه جديده تعلمناها ونوريوها لكم. هذا الشوفان هذا ما خليتش كيفاش درت ليه، حيت انا محتاج ناكل بزاف، واحد الكميه كبيره. جربتو كي ما صدقش، فهمتي قاصح بزاف. جربتو بطريقه اخرى عاوتاني ديال داك البانكيك وداك العلام ما صدقش، صعيب عليك فهمتي، حيت يكون فيه الحلاوه بزاف، خاصك دوزو بالشوكولاته ولا دوزو بشي لعيبه، وعاد عندك وجبات اخرين. هذا لا، هذا البلان ديالو انك تاكل معاه عادي، مثلا تقدر تصاوب طاجين بالكميه ديال البروتين اللي راك محتاجها ديال اللحم، او ميم طون غادي توجد دير معاه خضره ودير معاه العيدات، ما تتحش براسك راك داير ريجيم مرتاح. حنا دخلنا شي شويه الحمص، نقدروا ندخلوه حتى في العجينه ديال الخبزه الا بغينا، طريقه زوينه. غنوريكم البلان حيتاش ما تتسناهاش تخمار ولا شي حاجه، سور بلاص شفتونا دير سور بلاص، يعني صافي حطيتيها كرصتيها لوحه في المخلاط الخلا وصوب مسائل الفطور ديالك. المسائل نسمعوا عندنا شي شويه ديال الصداع، كاينين الناس خدامين، كاينين المعلميه الله يسهل عليهم. بالمناسبه الناس المعلميه وداكشي والله الا بلان بريك عرفتي، راه ما تخيلوش معايا الطاقه اللي تيعطي. والناس المزوجين حيتاش الطاقات الجسم راه هي هذا. الشباب ها نتوما، ها اللعيبه كيفاش تطلع، شي خبيزه كطلع ناضيه، ناخذ البواطه ديجا موجدين فيها شي لعيبات، شوفوها الله يهديك تفتحي ديجا حتى هي. غناخذو منها واحد تقريبا شي 30 غرام هكاك. هذا مكان غنزيدو زويته. فطور تيبان عادي جدا، كويس اتاي، امور جد طيبه الحمد لله. يلا بصحه وراحه، ما شيناكمش، تهلاو.